يا ست هاني، ايه يا ابراهيم؟ الاكل هناكل امتى؟ هناكل الفجر؟ الاكل خلص ولا لسه؟ لسه هعمل اكل يا ابراهيم. اما انت بتعملي ايه طول النهار؟ معلش حقك عليا بس عشان اتاخرت عند امك تحت الصبح، وبعدها رحت لخالتك كانت بتبيض رز. ولا اعمل ايه الخال تاني؟ انا هاجي من الشغل ما الاقيش اكل ولا ايه؟ معلش بس انا هروق بس اهو. هتروقي ايه وبعدين ايه القرف ده؟ اعرف ايه يا ايه ابراهيم؟ القرف ده كله؟ ايه القرف ده؟ ليه كده؟ اما انت قاعده طول النهار تعملي ايه؟ ما انا بقول لك انا طول النهار كنت عند خالتك وكنت ببقى عند امك عند تحت. خالتي طول النهار؟ على فكره والله انا شايله مسؤوليه كبيره، انت مش حاسس؟ مسؤوليه ايه؟ مسؤوليه بتعملي البيت. ايه انت بالمسؤوليه؟ بعمل ايه؟ عملت ايه؟ بتعملي حاجات عن الستات كلها اللي ما بتعملهاش ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. امي بتخدم امي مثلا؟ دي بقى خليتها مسؤوليه؟ ما انا بنزل اخدم امك اه. والعيال والبيت. ايه انت معاكي ايه؟ طول النهار. ما هو طول النهار بيعدي في ثانيه، ما بلحقش اعمل فيه اي حاجه. لا احنا حلوين وببقى نمسك التليفون نقعد نفر بالتليفون. والله ما بقعد على التليفون دقيقه. والله انا ما بمسك قال الواي فاي التليفون. ده هشيله اصلا. مش مشكله، ما يفرقش معايا لان انا اصلا مش بستخدم واي فاي، انا فاضيه اصلا اشم نفسي عشان اقعد على فاضيه؟ التليفون. وكمان ما بتقدرش اللي انا ببقى فيه. هقدر ايه؟ عما اجي الاقي ولا الحاجه جاهزه بقدر. اما اجي والله الاقي القرف ده. والله العظيم احنا حرام عايشين في عليك يا زريبه ولا ابراهيم، ايه؟ والله انا تعبانه من الصبح، كنت هقول لك اما تيجي تروح وديني الدكتور تكشف لي، انا تعبانه والله. تعبانه؟ تعبانه مالك؟ عندك صداع؟ يجي لك دور صداع نروح عند الدكتور. خلاص ما فيش اي حاجه. والاكل هيجهز سنه كام بقى؟ شويه والله وهعمله اهو. شويه امتى يعني؟ شويه يا الساعه ابراهيم. كام؟ لا انت اله عارفه الا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 6 يا ابراهيم. هصرف مني معلش بقى، انا من الساعه 8 في الشغل واجي الاقيك لسه بتحضر الاكل. غصب عني اقسم بتعملي بالله. ايه طول اليوم انت؟ ما انا بقول لك اهو ببقى عند امك تحت ماشي، بتنزعي عند امي ساعه ولا ساعتين وتقول لي بتطلع الشقه لا تاني؟ والله العظيم انا باكل ابوك تحت تكدب بصرف امي عليه ولا ايه؟ طول ما تتاخري تحت بتبقى ساعتين وبتطلعي. طول اليوم بقى بتعملي ايه في الشقه؟ امك بتبعتني مشاوير وبتبعتني اروق لاختك الشقه وبتبعتني اجيب لها حاجات من السوق وطلبات من بره وده وده وده، واعمل اكل لاخوك عما كل يجي. اللي انت بتقوليه ده هعمله بصابع رجل صغير ما يكملش ساعه. بروح 8 ساعات ولا 9 ساعات الشغل. واجي اكلمك تنزلي دمعتين. ما عيطت. ما احنا خدنا بالكلام ده كتير. خلاص حقك عليا. حقك عليا. واعمل ايه بحق عليا؟ هعمل لك الاكل ومش هكررها تاني. كل يوم في نفس الاسطوانه دي كل يوم. خلاص اطلع يا ابراهيم وانا اعمل لك الاكل. انا ولا هقول لك روح عند ابوكي ولا هقول لك اي حاجه. ان جيت لقيتك في الموقف ده عادي هتجوز تاني. واللي هتيجي تخدمني احسن منك كمان. انا النص ساعه اللي بتنزلها عند امي ولا الساعه بخليها الشقه زريبه. ايه ده؟ وايه ده؟ طب دي مش طفحت منه الصبح؟ سايباها هنا ليه؟ ما ترد عليا. كنت لسه هشيل الحاجه دي. تفهم من الصبح؟ مش دي اللي احنا فاطرين منه الصبح؟ مش عارف ايه القرف ده. مش شايف ان انا شايله مسؤوليه كبيره ولا حاسس. كل اللي شايفه انت بتعملي ايه؟ كل يومين والتاني يسمعني كلام يحرق دمي. ده اللي انت بتعمليه اعمله بصابع رجل الصغير. هو مش حاسس يعني ايه مسؤولية ست؟ يا رب عيني وقويني.